غادي يعلن وليد الركراكي على اللائحه ديال المنتخب ديال اللاعبين اللي غادي يلعبوا مباراتي افريقيا الوسطى. هاد المباراتين كيندرجوا تحت تصفيات كاس افريقيا ديال 2025 اللي غادي تقام في المغرب. بالرغم بان المنتخب الوطني مؤهل ليها، ولكن كيبقاو مباراتين مهمين باش يقدر المدرب يجرب خطط وافكار جديده، وحتى يستدعي اسماء باش يجربها ويقف على الاداء ديالها مع المنتخب. في هاد اللائحه غادي يتم استدعاء اسماء جديده، ولكن بزاف ديال الناس ما عجباتهمش هاد اللائحه هادي، حيت عرفات الغياب ديال بزاف ديال الاسماء اللي كيستحقوا يكونوا فيها وما غاديش يعيط لهم وليد. داكشي علاش في هاد الفيديو غادي ندويو على ابرز الغيابات ديال المنتخب المغربي اللي كيستحقوا يجيو وما عيط لهمش الركراكي، وحتى على شنو هما الاسباب المحتمله ديال هاد الغيابات. فاسمع لهادشي. فاول لاعب عندنا هو حكيم زياش. فبزاف ديال الناس كيسحاب لهم الغياب ديال حكيم زياش، كان مرتبط بداك ستوري انستغرام اللي لاح، داكشي علاش ما غاديش يعيط له الركراكي. ولكن هادشي غير صحيح، لحيت زياش غادي تجي اصابه في التوقف الدولي اللي فات ضد ليسوتو، هادشي غادي يخليه يغيب على المباريات مع الفرقه ديالو غالاتا ساراي لمده ديال شهر كامل، وعاد رجع للتدريب الفرديه في هاد السيمانه. يعني اللاعب مازال ما واجدش. اللاعب اللي موراه هو ادم ماسينا. ماسينا داير بدايه واعره مع الفريق ديالو تورينو اللي كيقدم معهم مستويات مزيانه، حتى انه عاطي جوج ديال التمريرات حاسمه في هذا الموسم اللي كتعتبر واحد من افضل الاظهره في هذا الموسم. ولكن ما كاين حتى شي سبب على عدم الاستدعاء ديالو. تقدر يكون السبب علاش ما عيطلوش وليد هو بان هذاك المركز محسوم لنصير مزراوي، وباللي الا جابو ما غاديش يلعبو وغادي يخليه غير في الاحتياط. اللاعب اللي موراه واللي تطرح تساؤلات كبيره على الغياب ديالو في اللائحه هو امين حريت. فامين حريت دار بدايه واعره مع الفريق ديالو مارسيليا، حيت في الصا ديال لي ماتش غادي ماركي بيت وغادي يعطي 3 ديال التمريرات حاسمه، واللي كتعتبر ثاني افضل ممرر في الدوري الفرنسي. فاللاعب اللي كان كيستحق يكون في هذه اللائحه هذه مع الغياب ديال ابراهيم دياز وحكيم زياش. ولكن باين كاين خلاف ما بين المدرب واللاعب، وفاش غادي تسول عليه في الندوه الصحفيه اللي كانت غادي يقول بان السبب علاش ما عيطش الامين حريت هو بان اللاعب اللي كيعرفو مزيان وما كيتقبلش بانه يكون لاعب احتياطي. داكشي علاش فضل عليه لاعبين اخرين بحال الخنوس والصباري. امين حارس ما غاديش يتعاود يتعيط عليه من مورا كاس افريقيا اللي كانت في الكوت ديفوار، وتقدر يكون السبب هو التصريح اللي قال من مورا البطوله اللي قال بان ضيع الوقت وطيح الريتم ديالو فاش جا لعب في الكان. تقدر يكون هذا هو السبب اللي خلى وليد الركراكي يبقاش يعيط له المنتخب. لاعب اللي موراه هو امين الوزاني. حتى هذا الاسم هذا غادي يطرح تساؤلات كبيره في الشارع المغربي، خصوصا بان داير بدايه اللي هي واعره واللي كتعتبر واحد من افضل المهاجمين المغاربه دابا مع سفيان الرحيمي وايوب الكعبي، واللي انتقل مؤخرا الفريق البرتغالي براغا اللي غادي يتاقلم دغيا معاهم، حيت في 9 ديال المباريات معاهم غادي يساهم معاهم ب6 ديال البيوت، 5 ديال الاهداف وتمريره حاسمه. بسبب هاد الارقام هذا كان كيستحق باش يكون في اللائحه، ولكن وليد ما غاديش يعيط له، اللي غادي يفضل عليه يوسف النصيري اللي مع الفريق ديالو فريق بارشي غادي يلعب 11 مباراه وغادي يماركي بحرابيت واحد. تقدر يكون السبب علاش ما عيطش الامين الوزاني هو لان يمكن البروفيل ديال امين بحال ايوب الكعبي، يعني جوج لعابه بنفس البروفيل ما غاديش تستافد الاختلاف ديالهم. علاش وليد فضل يوسف النصيري؟ حيت وليد كيعتمد عليه تكتيكيا، كيديرو كلاعب محطه. بحال كمثال الهدف الوحيد اللي ماركينا على ليسوتو ديك المره ديال ابراهيم دياز جا بسبب الاسيست ديال يوسف النصيري، حتى انه كيستغلوا في الكرات العرضيه والثابته فهو مزيان فيهم. فتقدر يكون هذا هو السبب علاش وليد الركراكي غادي يفضل يوسف النصيري على امين الوزاني. اللاعب اللي موراه هو امير ريتشاردسون. امير ما دايرش بدايه مزيانه مع الفريق ديالو، حيت معظم المباريات ديالو معهم كيكون كاحتياطي وشي مرات ما كيدخلوش، حيت منين بدا الموسم غادي يلعب بحال 4 ديال المباريات معهم وجوج ماتشات اللي كان كرسمي. ولكن واخا كيكون احتياطي فاش كيدخل يلعب كيكون مزيان وكيعاون الفرقه. فتقدر يكون جوج اسباب علاش ما عيطلوش وليد الركراكي. الاولى حيت هو كيكون كاحتياطي الامرابط في التشكيله ديال وليد ما كيدخلوش ديما كرسمي، والسبب الثاني هو انه بغى يجرب لاعب جديد اللي اول مره غادي يتعيط له المنتخب اللي هو بالحيان، اللي هو لاعب ديال فيرونا في ايطاليا اللي كيقدم مستوى اللي هو كبير وكيستاهل يكون في المنتخب، وباغي يجربو في هاد المباريات هادو. اخر لاعب هو اللاعب ديال البطوله، تحديدا لاعب الرجاء البيضاوي اللي هو يوسف بن العمري اللي كيقدم مستويات كبيره مع الفريق واللي كان عنده اداء واعر في الموسم الاخير مع النادي ديالو. وهذا الموسم هذا داير بدايه اللي هي مزيانه مع الفريق ديال الرجاء. فعلى العموم اللائحه لا باس بها، وإلا قسمناها على 3 فالهجوم مزيان،
مزيان. من غير يوسف نصيري اللي كان خصو يجيب فاوط وامين الوزاني. وسط الميدان حتى هو مزيان، فيه لعابه افضل ما عندنا باستثناء امين حارث اللي ذكرنا الاسباب علاش يكون ما عيطلوش. اما بالنسبه للدفاع فالاظهره افضل ما عندنا، ولكن في القلب الدفاع عندنا ضعف ومشكله فيه. وليد كان واضح بانه باغي يجرب اسماء جديده ويعطيهم فرصه ديالهم. الاسماء اللي صغيره في السن اللي عيط لهم وليد، فالهدف من الاستدعاء ديالها فهو الادخال ديالها في الاجواء ديال المنتخب ويعطيهم ثقه مستقبلا. هذه كانت ابرز الغيابات على اللائحه ديال المنتخب الوطني. فاعطيوني الراي ديالكم بخصوص هذه اللائحه هذه، واش هي لائحه مزيانه ولا لا، واش داك الاسماء يستحقوا يكونوا ولا لا. هذه كانت نهايه الفيديو. الا عجبك الفيديو ما تنساش دير واحد اللايك، ابونا في لاشين، بارطاجيه مع صحابك. تهلاو.